في حاجات بنتعلمها بعد ما نتوجع، وفي دروس بنتعلمها بعد ما نخسر وقت أو ناس أو مشاعر. بس لو كنت عرفتها من بدري حياتي كانت هتتغير جدا. النهاردة هقول لكم 5 حاجات غيرتني ويمكن تغيركم انتوا كمان. أول نصيحة واللي أحب إن أنا أبتدي بيها وأقولها لكم وعن تجربة: مش كل اللي بيضحكلك بيحبك، ومش كل اللي بيضحكلك بيحبلك الخير. في ناس وجودهم حوالينا بيكون عشان مصلحتهم بس، وأول ما مصلحتهم تخلص بيختفوا. خلي دايما عينك مفتوحة، ما تدخليش أي حد في حياتك. كنت دايما بصدق الناس بسرعة، أي حد بيبتسم لي أو يسمعني كنت أفتكر إنه بيحبني بجد. بس الحقيقة في ناس وجودهم حوالينا مجرد تمثيل، أول ما يتغير الدور يختفوا. لو كنت عرفتها بدري كنت حافظت على قلبي من خيبات كتير. النصيحة التانية واللي أحب إن انتوا تعرفوها: لو انت حاسة إن في حاجة غلط ما تطنشيش. كم مرة حسيت إن في حاجة مش مريحة وبرضه بتكملي؟ الإحساس ده نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، صعب تشرحيه بس عمره ما بيكذب. صدقيني، إحساسك هو أقوى بوصلة في حياتك. تعالي بقى أقولك على النصيحة التالتة، والنصيحة التالتة دي من أكتر الحاجات اللي أنا ندمت عليها، واللي بتمنى وبقول لو يرجع بيا الزمن تاني كنت هحافظ على الخطوة دي قوي. تعال أقولك إيه هي النصيحة التالتة اللي انت تحافظ عليها: الوقت أغلى من الناس. عايزة أقولك إن النصيحة دي من أكتر الحاجات اللي فرقت قوي معايا. عايزة أقولك إن الناس ممكن تمشي وترجع تاني عادي، وممكن نعرف ناس كتير، وطول ما احنا عايشين هنتعرف على ناس وهنسيب ناس، بس الوقت اللي راح معاهم مش بيرجع تاني. كنت بدي وقت لكل الناس ونسيت نفسي. لو كنت عرفتها بدري كنت وفرت سنين من الانتظار والتعب والخذلان. الوقت غالي وثمين، اوعى تفرطي في الوقت. والله عن تجربة ان اكتر حاجة وجعتني هو الوقت اللي انا ضيعته في حاجات ملهاش اي لازمة. صدقيني، لو الوقت انت ما ضيعتهوش لنفسك واستفدت بيه لنفسك انت ولأولادك ولبيتك يبقى انت بتضيع كتير، يبقى انت مش هتستفادي بالوقت ولا بعمرك، لان كل دقيقة بتعدي هي من عمرنا. فاستخدمي صح، استخدمي لنفسك، استخدمي لبيتك ولأولادك، اوعي تستخدميه لأي حد تاني. استخدمي الوقت في انك تثقفي نفسك، في انك تتعلمي حاجات جديدة تنفعي بها نفسك، في انك تتعلمي حاجات جديدة انت مش عارفاها وعايزة ان انت تعرفي اولادك بيها. استخدمي الوقت في انك تتعلمي معلومات بانك تفيدي بها اولادك. صدقيني هتلاقي حياتك مختلفة تماما. اوعى تضيعي في الوقت. انا جايالك وعن تجربة، انا ضاع مني كتير قوي 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 وعشان كده بحب ان انا اي حد اقوله وانصحه بالنصيحة دي، وبأكد على النصيحة دي تماما: ان الوقت من الحاجات الغالية، من الحاجات الثمينة اللي ما ينفعش نفرط فيها. حافظ عليه لان هي من اعمارنا. تعالي بقى اقولك النصيحة الرابعة، والنصيحة دي جميلة جدا. حاولي ان انتي تحبي نفسك، يعني زي ما انت بتهتمي كده بالناس اهتمي بنفسك انت. طبعا هي مش أنانية لما تهتمي بنفسك، ومش غلط لما تقولي أنا الأول. انت مش آلة خدمة، مش بس جاية ان انت تكنسي وتنضفي وتروقي، لا، انت إنسانة ولازم تدي لنفسك نفس الحب اللي بتوزعي على الناس. اهتمي بنفسك جدا وحبي نفسك. لما هتحبي نفسك هتحبي بيتك، هتحبي المكان اللي انت فيه. حبي نفسك واهتمي بنفسك.
تعالي بقى كده أقولك على النصيحة الأخيرة اللي معانا، وهي الخطوة الخامسة. اعملي اللي بتحبيه مش اللي يرضي الناس. طبعا عن تجربة وهحكي لكم. أنا كنت دايما بحاول أرضي اللي قدامي، وصدقيني برضه ما كانوش بيرضوا. يعني مهما ترضي اللي قدامك مش هيرضوا. ومع ذلك أنا كنت باجي على نفسي. اللي لاحظته إن أنا برضه اللي قدامي، بس هو ما بيترضيش. دي أول حاجة. تاني حاجة، أنا باجي على نفسي أنا وعلى أعصابي. أنا يعني بتعب نفسي بنفسي. يبقى لما أنا أرضي نفسي أولا أفضل من إني أرضي الناس. فخليهم، الناس هتتكلم سواء عملت الصح أو الغلط. خليهم بقى يتكلموا. المهم إن أنت تبقى عايشة مبسوطة. اعملي الحاجة اللي أنت بتحبيها، اللي بتحسي إنها أنت. ما تعيشيش عشان ترضيهم، عيشي عشان تكوني حقيقية. لو واحدة بس من النصايح دي لمست قلبك، اكتبيلي تحت في الكومنتات ايه اكتر حاجة نفسك كنت تعرفيها من بدري. وما تنسيش بقى تعملي لايك وتشتركي في القناة لو عجبك الفيديو. وصدقيني كل يوم جديد فرصة تعيشي حياة انتي اللي تختاريها. اشوفكم ان شاء الله كده في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.